ملال حامضه بحال. بسم الله. كاينه وين يبدل الطوموبيل ولا بغا دير شي طوموبيل هازها لها سبحان الله العظيم. راه واحد الجو اش غنقول لكم، راه واخا هكاك الكاميرا بالعكس انا بغيتها تكون سبونطاني. علاش كيدور لا واحد السلام عليكم. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي، من الاجواء ديال العيد الى السفر. ان شاء الله غتعيشوا معايا اجواء زوينه. كنسافر لواحد البلاصه غزاله بزاف اللي بعيده على اكادير مسافات ومسافات. هذه اول مره غادي نسافر ليها بالطوموبيل، زعما انا اللي نكون سايقه، وهانتوما معايا ان شاء الله غادي نعيشوا اجواء زوينه ان شاء الله باذن الله تعالى. فخليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا الوجهه ديالنا لفين. الانطلاق بطبيعه الحال كان من اكادير. هنا راه قربنا، ما عرفتش قربنا ولا فتنا طريق ديال امستكرود، خرجنا بكري. سمحوا لي ما صورتش لكم من البدايه لان كنت مديرونجيه واحد شويه، راكم عارفين اول مره غادي نشد الطريق فماشي بسهل. ما تفكرنا نصور الفيديوهات حتى وصلنا هنا. فخليكم معايا ان شاء الله. هذا الفيديو راه عامر يعني بمناظر زوينه ان شاء الله غادي تشوفوها وتشوفوا ان شاء الله فين جلسنا فين تغدينا. فخليكم معايا حتى الاخر، وما تنساوش ديروا لايك تعليق وتابونوا في القناه الا كنتو اول مره كتشوفوني. ومن هذا المنبر تنبغي نحيي الكريسونه اختي اللي كانت معنا، الشيفور هي الكريسونه وهي اللي شاده لابليكاسيون. نورمالمون الشيفور هو اللي خصو يبقى يشوف لابليكاسيون، ولكن انا ما متعوداش على لابليكاسيون لانه كيف قلت لكم ما كنخرجش برا ديال اكادير. دوكو الداخل يعني الداخل اكادير والبلايص اللي قراب لاكادير فراه ما نحتاجش لابليكاسيون لانهم خلطاهم. وصراحه هاد لابليكاسيون زوينه بزاف، نفعتنا بزاف لانه شدينا طريق لوطوروت من اكادير حتى مراكش، وباش ما ندخلوش لوسط مراكش عاونتنا بزاف لانه دوزتنا من واحد الطريق ما دخلناش لوسط المدينه باش هكا نشدو الطريق الناسيونال. لانه الناسيونال ماشي بحال لوطوروت ما فيها ما يتشاف، يعني المناظر وداكشي ما كاينش في لوطوروت. الناسيونال فيها بزاف ديال المناظر، داكشي علاش اختارينا اننا ندوزو من هذا الطريق باش نشوفوا المناظر ونشوفوا الخضوريه وندوزو على الدواوير وندوزو. فهنا دزنا على قلعه السراغنا. كنا غادي نجلسوا فيها باش نفطروا لان كنا مازال ما فطرناش. خدينا شي حاجه خفيفه فاش جلسنا، فاش وقفنا في واحد المحطه فاش فتنا الطلعه ديال امسكرود. وراه نسيت ما صورتش، راه شوفوا راه انا بالغه مع كرشي ومع السوقان وتنبغي نرتاح. يعني شي لقطات صورتهم شي لقطات ما صورتهمش. المهم هنا راه دخلنا نحلال وخليكم معايا ان شاء الله حتى نتغداو انا معاكم. شنو ندير بني ملال؟ بني ملال زيد تحت الشجرات هما هادو الشجر ديال هذا الزنبوح الحامض الزنبوح هذا فين هادي حامضه بحالك. سبحان الله. نحن المدينه داس الفريت مسكين ما عرفتش عندهم الفريت ريحته زوينه. وين والله لا نشوف واش غيحطوا لينا هاد الناس ديال بني والله الا في واحد الريحه. اعطيني البورطابل ديالك باش نبقى نصور به. راه هو باش شدي لابليكاسيون ماما ديال الطريق. كيفاش ديال لطيفه يلا الوالده خلفي لينا داك البريد ديال اتاي من قلب مدينه بني ملال. بسم الله.
كاينه وين هي الهواريه هذيك سمي الاول هادي الملاليه هذه ديالك لا دابا المشكل ما عنديش انا ديك لابليكاسيون اللي بغيتي انت تصوري بها. سميتها بيوتي بلس. كنصوروا المتتبعين ديالنا تغيري فينا دابا طاجين هو الوالده. وين هذا دابا بشحال؟ عطيوني كوكا. بسم الله. واش ايه با هاك اختي ميرسي شكرا. كيفو كنا واش مسكين شوف فين الخير فين كاين اللي ملاك باطايه من حالا شكرا اختي لطيفه شكرا. وهذا كان غدانا سبرين الليل. واحد الطاجين باش نهيدكم فيه، واحد الطاجين يا سلام، واحد البريريد ديال اتاي وصراحه الوالده بداك الشويه اللي طلبات لينا الله يخليها لينا والله يخلي لكم يعزز عليكم. بعد فاش ارتاحينا غسلنا وجهنا درنا ليكرون، ايوا دابا كنستعدوا باش نكملوا النص ديال الطريق. احسن بلان هو هذا انك تخرج من لوطوروت وتشد ناسيونال، خصوصا دوز عن طريق بني بلال. كان من المفترض اننا نوقفوا في قلعه الصراغنه باش نفطروا، ولكن بما انه وصلنا قلعه الصراغنه مع ديك 11 وحنا كنا يلاه يعني فاش خرجنا من اكادير فتنا طريق ديال الطلعات ديال ابسكرود، كانت تما واحد المحطه وقفنا فيها وكلينا داكشي اللي قسم الله. ما فطرناش الفطور نيت حيت كنا عوالين نفطروا في قلعه الصراغنه. وبما ان قلنا بانه ما بقى والو لبني ملال، وبني ملال هي الحد الفاصل بين تما فين كنا وتما فين غادي نمشيو، فقلنا من الاحسن اننا نتغداو في بني ملال، خصوصا انه فيها مناظر زوينه وفيها ما يتشاف. وصراحه انا من الناس اللي زيد عليهم بني ملال، حتى الوالده وخوتي حتى هما زيد عليهم بني ملال. الكريسون ديالي كيصور فيا والشيفور راه مركز، حيت الشيفور شويه خايف من الطريق، خايف من الدوبلاج، جميع الوساوس دايزه ليه في الدماغ ديالو. قولوا لي اخوتي شكون بحالي ملي كيبدل الطوموبيل ما كيقدرش مازال انه يسوق، ماشي ما كيقدرش وانما ماشي بحال الطوموبيل ديالك. انا متعوده على الطوموبيل ديالي، ما عمرني كريت شي طوموبيل، ما عمرني سكت شي طوموبيل واحد اخر. الله يسهل عليه ويسهل على الناس اجمعين، كاع اللي بغى يبدل الطوموبيل ولا بغى دير شي طوموبيل الله يسهل عليها يا رب. فهذه كانت اول مره غنكري الطوموبيل. الوالده ديالي قالت لي داكشي تتقولي راه ما كيدخلش العقل، ما كاينش شي واحد مولف بالسوقان يبدل الطوموبيل ما يعرفش مازال يسوق. هذا هو لو كا ديالي، بغيت نعرف واش حتى نتوما نفس البلان تيوقع لكم. انا ما عمرني سقت الطوموبيل شي حد، شي صاحبتي ولا مثلا كريت الطوموبيل ولا ابدا، دائما لاصقه في الخنفيسه ديالي الله يخليها ليها ربي. ففاش جيت نسوق هذه تبارك الله راه تختلف اختلافا تام، وكنت خايفه نكسيري فهمتي يعني. الوالده الطريق كامل كسيري 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 وانا ما بغيتش نكسيري، سورتو ان دايزين من الناسيونال راكم عارفين كيكونوا الكاميونات، كيكونوا طوموبيلات كتار، تيكون الدوبلاج، تكون الطريق بعض الخطرات كما تشوفوا هنا الطريق كتكون ضيقه. وتبارك الله واستعن بي راه ملي كتدخل الاطلس المتوسط داك كاين المنعرجات، كاين يعني ديك الطريق ما بين بني ملال وخنيفره راه ما نعاودش لكم نتوما تشوفوا معايا دابا راه فريمون راه هنا راه الطريق شويه مسرحه، ولكن غادي ندخلوا في شي بلايص فاش غيكونوا المنعرجات والمنعطفات، ولكن تستحق المغامره هذه الطريق وتستحق الواحد انه يدوز منها. كتعرف على المغرب، كتعرف اي بلاصه تستي منها، عندها واحد الريحه خاصه، الريحه ديال الطبيعه يا سلام. عرفتوا شي مناظر خلابه، شي مناظر زوينه، كتحس بواحد الفرحه بوحدك.
راه حنا كاينين الناس اللي شادين الطريق تبارك الله. شوفوا على خضوريه، شوفوا داك الورد الاحمر. هنا فيه الورد الاحمر هنا فاش قربنا انا نوصلوا خنيفره. مع قربنا نوصلوا خنيفره ديك الطريق ما بين بنين القصبي التادله وخنيفره كاين هذا الورد الاحمر. سبحان الله العظيم، راه واحد الجو. اش غنقول لكم، راه واخا هكاك الكاميرا راه ما عطاتوش حقه هنا فين دخلنا في دوك المنعرجات والمنعطفات، ولكن راه الطريق زوينه بزاف تستحق المغامره. وكانت واحد الامبيونس زوينه في الطوموبيل. ابار لومبيونس اللي كانت امبيونس وحده اخرى، مناظر الخلابه، الورد الاحمر عرفتو تبارك الله مع طيحة الشتا. راه شي خضوريه شي ورد. اصلا هاد المنطقه راه معروفه بهكا. هذه احسن حاجه ديروها دوزو من الناسيونال. الناسيونال فيها الكاميونات، فيها الناس ما كيحترموش قانون السير، كدوز عن طريق الدواور، يعني كتكون شويه كديرونجا نوعا ما، ماشي بحال لوطوروت. ولكن اخوتي لوطوروت راه بالخلا والقفار، راه ما كتشوف حتى شي حاجه. شنو تبارك الله استعن كتشوف الطبيعه، كتستمتع، كتشم الروائح ديال الورد ديال الطبيعه. يعني راه واحد التجربه تستحق ان الواحد يغامر من اجلها. وطبعا انا هنا دزت فيه ديجا قبل، كانت الطريق ما كانتش مقاده، ولكن دابا تبارك الله البنات راه قادوا الطريق. يعني بدات مناش يخاف. كاينين الفيراجات، كاين المنعرجات، وكاين المنعطفات، كاين كلشي، لانه هذا راه الطريق مربني من الليل عن طريق قصبة التادله حتى توصل خنيفره. انا راه دخلتي في جبل الاطلس المتوسط، وسي تو في نورمال انه يكون داكشي كامل. واحد غير ما يكثيريش، يرد البال مع الطريق بشويه حتى يوصل. هنا قررنا يعني اننا نجلسوا في خنيفره واحد شويه باش نرتاح، يعني كما قلت لكم كضرني الرجل باش كتقول لكم ملي تهرزت فيها مع شديت الطريق طويله، فبقات كتبلوكا ليا كيشدني فيها الكلاكاج. وكنا بينا ندوزو ديريكت ودخلنا للخنيفره. ما صورتش لكم في خنيفره باش كنتنا شربنا كويستيلاتي في واحد المخبزه، وفاش دزنا وسط خنيفره كذلك، لانه ما كانش الوقت. هنا خاصني نسربي باش انا نوصل لمزركندار قبل ما يطيح علينا الظلام. راكم عارفين السوقان بالليل كيكون شويه صعيب. سبحان الله العظيم، معاك كتفوت خنيفره كتدخل مع ازرو كتبداو مناظر وحدين اخرين جداد ما عندهم حتى شي علاقه. سبحان الله العظيم، يعني حتى علاقه بالمناظر اللي شفنا قبل. مشى الورد الاحمر، مشى كلشي. دابا ارى لك الطبيعه الخلابه والشجر. سبحان الله العظيم، كل منطقه متميزه بالطبيعه ديالها بالخضوريه ديالها. صافي ملي دزنا من خنيفره ازرو هنا راه دخلنا الافران. تقريبا تكون في 6 ولا 7 ديال العشيه تقريبا بحال هكاك. جينا الافران كنا بنا نجلسوا فيه، قلنا انا نكملوا لمزركندار. هذه راه الطريق لمزركندار، ولكن فاش غادي نوصلوا غادي نلقاو ان الجو ما مساعفش. فبغيت نقول لكم انتهى الفيديو ديالنا، ولكن ترقبوني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وهانتوما معايا. وحنا ما تديريهاش، لا ما تديريهاش.